السلام عليكم. فمريض الاكتئاب بالظبط بيبقى عامل زي الطفل اللي بيبكي لمجرد ان هو بس عايز امه تاخده في حضنها وتطبطب عليه. فالمريض بيبقى عايز يفتعل اي حاجات مش افتعالية، هي غصب عنه خارجة عن ارادته، لمجرد ان هو يلفت نظر احبابه اليه، بيقول لهم الحقوني، بيستغيث. فمريض الاكتئاب يا ترى هل هو بيبقى حاسس بايه؟ ايه اللي تعبه؟ انا لو مثلا تعبانه عندي مرض عضوي هقدر احدد بالظبط ايه اللي تعبني. هو الايد بتوجعني او رجلي بتوجعني او اي مكان في جسمي انا هحس بيه وهحس بالالم فيه هحدده. مريض الاكتئاب بقى ما بيقدرش يحدد ايه اللي تعبه، هو بس كل اللي بيقوله انا مخنوق، مش طايق نفسي، كاره نفسي، كاره الدنيا، مش عايز اشوف حد، انا عايز اعيش في عزله، انا بفكر اموت نفسي، انا مش شايف اي حاجه في حياتي انها حلوه، مش شايف اي حاجه بتبسطني او بتدخل السعاده على قلبي، مش شايف اي حاجه. هو مريض مكتئب، هو ما يعرفش يعني ايه ابتسامه، مش عارف يبتسم، مش عارف حتى يبتسم. ابي يا جماعه بيبقى محتاج داعم ليه طول الوقت. انا مش هقدر انصح مريض الاكتئاب يعمل ايه، لان هو اصلا بيبقى مش عارف هو عايز ايه، ولا قادر حتى ياخد قرار بخصوص حياته، اذا كان هو اصلا كاره نفسه وكاره حياته وكاره الدنيا كلها. احساس صعب واحساس مؤلم جدا. مريض الاكتئاب بيكون في معاناة احنا مش حاسين بيه، فرجاء نكون جنبه ونحاول ناخد بايده في اننا اول حاجة هتفيد مريض الاكتئاب واول حاجة هتساعده انك تفتش جواه وتبحث جواه عن اي حاجة هو عنده شغف ليها او كان بيحبها قبل ما يبقى مريض اكتئاب، وفقد الشغف ليها بعد ما تعب، وانت تحاول تاني تقربه من الحاجة اللي كان بيحبها وبيهواها وتخليه يقرب منها تاني ويحبها تاني بشتى الطرق وباسلوبك انت معاه. لازم يحبها، لازم يحب حاجة ويعملها، لازم يكون عنده شغف لحاجة وبيحب حاجة، بحيث ان الشيء اللي هو بيحبه ياخد من تفكيره السلبي لتفكير ايجابي، وبكده تبقى اول خطوة على طريق الشفاء بإذن الله.